بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده هنتكلم في الفيديو بتاعنا على موضوع، هو موضوع مش مهم قوي يعني، بس بصراحه الموضوع استفزني، فعشان كده طلعت اعمل الفيديو، مع ان انا بقالي فتره كبيره جدا ما بعملش فيديوهات. احمد العوضي مسلسل علي كلاي. بقى انت يا احمد يا عوضي او يا علي يا كلاي، روح اللي هي كانت مراته الاولانيه ماتت او اتخطفت واتقتلت حاجه زي كده، مش بتاع المسلسل بصراحه، بس المهم ان روح دي توفت. ف احمد لاي في المسلسل قعد بقى حالته اتنيلت بنيله، وراح قعد جنبها في التربه وقعد يعيط عليها 4 5 حلقات، ونكد على ام الشعب المصري كله في شهر رمضان. لحد هنا عادي، كل دي الاحداث دي كويسه جدا، ولكن وطبعا بقى كل اللي في مصر والستات قال لك هو ده الحب وهو ده الوفاء وهو ده الانتماء ومش عارف هوب هوب هوب. يجي جاي المخرج بقى منكد على نسوان مصر ومخلي احمد العوضي مقابل حياه كانت ماشيه جنب التراب، وفي شباب كانوا بيحاولوا، وطبعا البطل الخارق احمد العوضي او علي كلاي بيقوم يدافع عنها وينقذها عشان تبدا قصه الحب الجديده. علي كلاي وحياه، بصراحه ان كانت حياه او ان كانت روح، الاثنين يستحقوا ان هم يتحبوا بصراحه، بس مش هي دي القضيه. فين الوفاء؟ فين الاخلاص؟ فين روح اللي انت قاعد تعيط عليها 4 5 حلقات وخلت مصر كلها تعيط على روح في ثانيه كده تقع في حب حياه؟ هو انت قلبك ده ايه، لوكاندا بالايجار؟ لا وايه، بيقول لحياه بقى ايه، بيقول لها انا ما اقدرش اتمرن الا لما انت تكوني موجوده ومش عارف ايه، وانت الحب وانت اللي مش عارف ايه. يا كذاب يا كذاب، اتقي الله، ده انت فضحتنا. ولكن انا بطمن كل ستات مصر، احنا كرجاله مصر اكتر ناس عندنا وفاء واخلاص وانتماء للانسانه اللي احنا بنعيش بنحبها. وشكرا لكم، والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات الهايفه. السلام عليكم.